السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نشوف ايه اخطر حاجة بتهدد عصافيرك اللي انت بتربيها في البلكونة حتى لو انت ساكن في الدور العاشر. قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني ان شاء الله كل جديد. العصافير لو انت بتربيها عندك في البلكونة ولقيت اي نوع من انواع الازعاج ليها، طبعا كلنا عارفين انها بتقوم من على البيض، بالذات بقى لو اعوذ بالله جالك فيران عندك في البلكونه. الفيران لو جت البلكونه انت تتصرف ازاي؟ اول حاجه، ايه هو سبب وجود الفيران عندك في البلكونه وانت ساكن في دور 10 11 دور سابع؟ البلكونه عندك عاليه والفيران برضو طالت عندك البلكونه وجات لك. اولا، في عندك في البلكونه كركبه بمعنى انت حاطط كذا حاجه عندك في البلكونه جنب بعض، صناديق، حاطط اي حاجه عندك فايضه في الشقه ملهاش لازمه حطيتها في البلكونه، هتلاقي على طول الفيران اتجمعت. وكمان بالذات لو في فضلات اكل، في حته عيش مرميه، في اي فضلات اكل عندك في البلكونه، هتلاقي على طول الفيران اتلمت عندك. وطبعا بدل ما انت عندك عصافير هيبقى عندك فضلات للاكل. لو انت كسلت وسبت فضلات الاكل بتاعت العصافير، مش فضلات بقى، يعني الاكل اللي انت بتاكل بيه العصافير، اللي هو اكل العصافير انت سايبه بره وحطه في البلكونه وحطه في شنطه او حطه في علبه، هتلاقي على طول الفيران هتتلم وهتدخل العلبه اللي فيها الاكل دي، الفرارس والبريكم او اي حاجه انت حاططها، وهتبدا انها تتلم وتاكل. وبدل ما الفيران جت عندك مره البلكونه، انسى، مش هتسيب البلكونه تاني، هتقعد راحه جايه كل يوم في نفس الميعاد. يعني ايه؟ يعني هما كل يوم سبحان الله بعد صلاه المغرب على طول اول ما الليل يليل تلاقي على طول نطوا عندك في البلكونه. ليه؟ عايزين ياكلوا، فبيبداوا يبحثوا عن الاكل. فانت هنا اول حاجه بتعملها، انت بتشيل الكركبه اللي عندك كلها في البلكونه، وعندك عصافير علقها على حيطه ملساء. علق العصافير على حيطه ملساء، يعني حيطه تكون ما فيهاش نخدشه يطلعوا عليها، يعني تكون ناعمه، حيطه ناعمه. لو انت علقت العصافير عندك على حيطه ناعمه مش هيقدروا يطلعوا لهم. طيب الحيطه عندك خشنه وبيطلعوا للعصافير، هتلاقي هم هيقعدوا يحوموا حوالين القفص وفوق العش، وهتلاقي الفضلات بتاعت الفيران على العش. تقوم الصبح تلاقي الفضلات موجوده على العش وفي الدرج. ليه؟ لان هم ما لقوش اكل خالص في البلكونه، بداوا يدخلوا على الاقفاص وبداوا ينزلوا على الدرج ويدخلوا في الدرج من تحت الدرج وياكلوا الفضلات بتاعت العصافير. فهنا انت لازم اول حاجه هتنظف برضو الادراج اول باول. يعني اول حاجه هتشيل اي كركبه، هتشيل اي اكل انت بتحطه في البلكونه وحطه عندك جوه في الشقه. لو في عندك بيرقم، في عندك فرارس، في اي اكل عندك، في عندك عيش، اي حاجه، نظف بلكونتك كويس جدا. ما تسيبش الا الاقفاص بس هي اللي متعلقه في البلكونه، وسيب وخد كل الاكل اللي انت بتحطه العصافير وحطه عندك جوه في الشقه او غطيه. طيب دخلوا هتلاقيهم بيدخلوا على طبعا الادراج، نظف الادراج اول باول. برضو الفيران مش هتسيب خلاص، هي تقعد راحه جايه كل يوم على البلكونه، بحيث انها هتلاقيك مره من الايام ناسي الاكل، ما لقيتش اكل النهارده هتلاقي اكل بكره. فانت طبعا لازم تحارب الفيران. هتحاربها ازاي بقى؟ واحد يقول لي انا هحط لهم مصيده. عملت موضوع المصيده انا ديت، بتلاقي بيدخلوا في المصيده، واحد يدخل خلاص دخل وقفشته انت خلاص ومسكته وموته، باقي الفيران اللي رايحه جايه على البلكونه عامله زي ما تكون بتنتقم للفار اللي مات ده. مش هتدخل المصيده ابدا. افتح المصيده، حط فيها الشجر تحطه، حط فيها جبنه رومي، حط فيها لانشون، مش هتخش المصيده. باقي الفيران مش هيخش المصيده. يبقى خلاص انت دخلت فار المصيده، خد المصيده واخفيها بقى، اخفيها اسبوع او اسبوعين خلاص. طيب هتعمل ايه؟ هتجيب لهم سم من عند بتاع المنظفات، مش هيتباع في الصيدليه طبعا، بتاع المنظفات. قول له عايز سم فران. سم فران اللي هو لونه اسود عامل زي البودره، لونه اسود، اللي هو الزنك دوت، هو اللي بيموتهم شديد جدا. بتجيب قوطه طماطم يعني وتقطعها حتت صغيره، او تجيب قطعه من الجبنه الرومي او اللانشون او اي فضلات عندك اكل، لقمه عيش، تعصها في صلصه عندك تمام في الاكل،
اي اكل عندك تعوز لقمه العيش وعلى طول تحط عليها السم ده، وتخلي بالك السم ده حازق جدا ليك انت وللاطفال، يعني هو غلط جدا. بدل ما انت حطيت السم لازم بعد كده تغسل ايدك كويس جدا جدا بعد ما تبدا انك تفرق السم ده في البلكونه. وتاخد بالك طبعا لما تيجي تفرقه في البلكونه في الاماكن اللي هتفرقها فيه، على سور البلكونه جنب الاقفاص بس بعيد عن العصافير وعلى الارض. وتاني يوم الصبح تشيل السم ده عشان لو عندك اطفال او حاجه. طيب ما جاش جنب السم ده، اللي انا استخدمته بقى معاهم ولقيت ان هو طفشهم ومش موجودين خالص. في قمح بيتباع في وزاره الزراعه، وزاره الزراعه بتبقى عامله مكاتب بيطريه ليها، مكاتب بيطريه تبع وزاره الزراعه. بتقول له انا عايز سم فران، بيديك القمح ده، اكياس قمح عندهم غله كده، وقمح فيه حاجات كده صغيره سودا. قمح دوت يا جماعه طبعا سم للفئران فظيع جدا. انت اول ما هتحطه عندك في البلكونه هيموت الفئران، دي حاجه. الحاجه الثانيه هيطفشها، مش هتشوف الفئران خالص. معرفش القمح ده اول ما بيتحط الفئران بتطفش، مش موجوده خالص. طيب بس اهم حاجه تخلي بالك لو انت حطيت في القمح ده طبعا بالليل، تقوم الصبح تشيله عشان خاطر العصافير اللي في الجو، اليمام اللي بيطير عندك في البلكونه ياكل منه فيموت، فده حرام. يبقى عرفنا ازاي تقضي على العصافير، خلي الفئران ما تجيش عندك البلكونه، تمنع الكركبه، تمنع الاكل اللي بتحطه في البلكونه، تحرمهم دايما بالسم. وكمان في لزقه بتتباع في الصيدليه، في لزقه لونها اصفر ما تجيبهاش. في لزقه في الصيدليه بتتباع لونها اصفر كلها، ما تجيبهاش. هات اللزقه اللي هي لونها اسود، ما اعرفش صراحه اسمها ايه، بس يعني قول له عايز كل لزقه تكون جامده. بتحط اللزقه دي على الارض، ما تحطش عليها اي حاجه. لو عايز تحط عليها شويه ذره او قمح بسيط كده وحطها على الارض، اللي هيقف عليها من الفار هيلزق مش هيطلع تاني. يبقى اللزقه دي كويسه جدا، وهيقف عليها كذا فار مش فار واحد. يبقى النهارده اتكلمنا عن اول حاجه بتضر العصافير عندك وهي الفئران. والعصافير بدل ما شافت الفئران هتقوم من على البيض وهيحصل ذعر وهتقوم، وفي نفس الوقت لو الاقفاص بتاعت العصافير، الاقفاص عندك الفتحات واسعه، هيدخل القفص وهيدخل للعصافير وهيدخل لهم العش وممكن ياكل عصافير. وده حصل معايا، دخل للكوكتيل وكان الكوكتيل كان نتايه عندي كانت راقده على البيض وذبحها خالص، طلعها بره البياضه، لان الفئران بتبقى حجمها كبير. يبقى النهارده اتكلمنا عن اول خطر عندك في البلكونه وهو الفئران. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.